بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي يا مولاي، مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، هل لي ألوذ به إلاك يا سندي، إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، هل لي ألوذ به إلاك يا سندي، إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا أن بلغتنا رمضان، فاللهم أعنا على الصيام والقيام وأحسن لنا الختام. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وحبيبك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إخوة الإيمان في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم وننقل لكم صلاة الجمعة الأولى من هذا الشهر الكريم الموافقة للثاني من رمضان لعام 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل عام وحضراتكم بخير. ننقلها لكم إخوة الإيمان على قنوات التلفزيون المصري، القناة الأولى والفضائية المصرية والنيل الثقافية والقنوات الإقليمية وبعض القنوات الخاصة وشبكات الإذاعة المصرية، من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد عمر بن عبد العزيز بمحافظة بني سويف. وقد جئنا لإعادة افتتاح هذا المسجد بعد إصلاحه وتطويره بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 15 من شهر مارس من كل عام لعام 1919. فقدم أهالي هذه المحافظة تضحيات كبيرة وبطولات عظيمة. إخوة الإيمان، لقد أظلنا شهر كريم، شهر عظيم وموسم كريم يعظم الله فيه الأجر ويجزل فيه الهبات والعطايا ويفتح فيه أبواب الخير لكل راغب. فالصوم مدرسة للقيم ومكارم الأخلاق، فالعبادات لا تؤتي ثمارها المرجوة إلا إذا هذبت وقومت سلوك صاحبها. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث النبوي الشريف: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فالصوم يجمل أخلاق صاحبه. إخوة الإيمان، نبدأ صلاة الجمعة بخير الكلم وأطيبه، فإن أفضل ما تلاه التالون وعمل به العاملون
كلام من قال للشيء كن فيكون. قال الله وبقوله يهتدي المهتدون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام 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 هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وكانت في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك الموافق للثاني من هذا الشهر العظيم. ننقلها لكم إخوة الإيمان من رحاب مسجد عمر بن عبد العزيز بمحافظة بني سويف بمناسبة إعادة افتتاحه بعد تطويره، وبمناسبة العيد القومي لمحافظة بني سويف.
يحضر معنا الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسيد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، والسيد اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والسيد الدكتور عاصم سلامة نائب السيد المحافظ، والسيد الأستاذ بلال حبش نائب السيد المحافظ، والسيد العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري لمحافظة بني سويف، والسيد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، والسيد الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، والسيد الأستاذ هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، والسيد الدكتور جمال ياقوت عبد اللطيف رئيس مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، والسيد المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد. إخوة الإيمان، في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، هذا هو شهر الله، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ورمضان هو شهر الصيام ومكارم الأخلاق. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الصيام هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو السر بين العبد وربه. إخوة الإيمان، الساعة الآن 12:01، حان الآن في القاهرة موعد أذان الظهر من يوم الجمعة، ويرفع نداء الشيخ محمد علي الطاروطي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر
أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق. أذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد عمر بن عبد العزيز بمحافظة بني سويف، والذي جئنا لنشارك أهالي هذه المحافظة افتتاح المسجد بمناسبة احتفالاتهم بعيدهم القومي. ففي 15 من مارس من كل عام تحتفل محافظة بني سويف بعيدها القومي تخليدا لتضامن شعبها مع ثورة 1919 بقيادة الزعيم الوطني سعد زغلول، حيث هاجم الأهالي المحكمة التي عقدت لمحاكمة الثوار، وحاول الأهالي القبض على القاضي الإنجليزي، فاضطر الإنجليز لإطلاق النار عليهم فاستشهد الكثير منهم. فرد أهالي هذه المحافظة بقطع خطوط السكك الحديدية لقطارات الإنجليز بمركز الوسطى، مما تسبب في انقلاب أحد القطارات الذي كان ينقل عددا من قوات الاحتلال الإنجليزي وأحد القيادات الذي تم قتله، قبل أن يقدم عدد من الأهالي إلى المحاكمة العاجلة ويتم إعدام عدد منهم، ليقدم أهالي هذه المحافظة المثل والقدوة في التضحية والفداء. فإذا كان شهر رمضان وشهر الانتصارات على الأعداء والانتصارات على النفس والشيطان بكبح جماح هذه النفس، فموضوعنا اليوم في خطبة الجمعة هو الصوم ومكارم الأخلاق، وخطيبنا في هذا اليوم هو فضيلة الدكتور محمد منصور هبالة من علماء وزارة الأوقاف، والذي أراه الآن يقوم ليصعد المنبر. إخوة الإيمان، إن الصوم لله سبحانه وتعالى عبادة خالصة لله تعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما جاء في الحديث القدسي. إخوة الإيمان، فضيلة الدكتور محمد منصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فشهر رمضان شهر النفحات والعطايا والهبات، شهر اختاره الله لينزل فيه القرآن، وزين فيه الكون لأهل الإيمان، ففتح لهم أبواب الجنان وغلق أبواب النيران، وجعل فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. بل إن شئت فقل هو من أعظم ما يوضع في ميزان العبد إذا أحسن الاستقبال والاستخدام. ففي الحديث الصحيح عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين قدما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما معه، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، أعلى في العبادة، فغزا هذا المجتهد فاستشهد، مات شهيدا. ثم مكث صاحبه بعده سنة ثم توفي، أي مات على فراشه. قال سيدنا طلحة: فرأيت في المنام إذ أنا عند باب الجنة وإذ أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي منهما الآخر الذي مات على فراشه يدخل الجنة أولا، ثم خرج فأذن للشهيد، ثم خرج فقال لسيدنا طلحة: ارجع، لم يأن لك بعد. فأصبح سيدنا طلحة يحدث الصحب الكرام بما رأى في المنام، فتعجب الجميع حتى وصل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: مما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، كان أشد اجتهادا من صاحبه ومات شهيدا ويدخل الجنة بعده. قال: أليس هذا قد مكث بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وأدرك رمضان فصام، رمضان والصيام، وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة. قالوا: بلى يا رسول الله.
قال فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا من أسرار رمضان ومن أسرار الصيام. الصوم مدرسة مكارم الأخلاق والقيم، فعلى قدر أخلاقك تكون قيمة صيامك. قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. مدرسة الصوم الأخلاقية من أرقى ما تكون، رباك الله فيها على ترك المباح والحلال من طعام وشراب وجماع، لتكن من باب أولى أبعد الناس عن الأخلاق السيئة والمحرمات. يعني إنسان صام عن المباح والحلال وهو يفطر على لحوم الناس وعلى أعراضهم وقيل وقال، إنسان صام عن الحلال وهو يفطر على أكل أموال الناس بالباطل، إنسان صام عن الحلال وهو يفطر على الغش في العمل أو إيذاء الجيران. هل يليق هذا بمن تربى في مدرسة الصيام؟ فليحذر هذا الإنسان أن يضيع أجر الصيام، فقد قال خير الأنام عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. واعلم بأن الصيام صديق، ولا يعرف الصديق إلا في وقت الضيق. ومن أصعب الأوقات على الإنسان يوم القيامة. قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه، يهرب الأخ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ها هنا يأتي الصديق في وقت الضيق، فيأتي الصيام والقرآن كما أخبر خير الأنام عليه الصلاة والسلام، فقال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. متى يا رسول الله؟ قال: يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وشفاعة الصيام والقرآن عند الله مجابة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. فأحسن صحبة الصيام بمكارم الأخلاق حتى يشهد لك. أحسن صحبته لأنه درعك المنيع الذي يحميك من النار. ففي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، قال الإمام القرطبي: أي قاصدا وجه الله، صوم كما ينبغي. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. هذا لمن صام يوما، فما بالنا بمن صام 30 يوما كما ينبغي. أحسن صحبته، فهو الذي يقودك إلى أقصر طرق الجنة. فكما صح في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة لما قال له: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هذا وغيره يأتيك من الصيام، فأحسن أخلاقك به كما قال حبيبك
صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، يبتعد عن الأخلاق السيئة، وإن شاتمه أحد أو قاتله ماذا يفعل يا رسول الله؟ قال: فليقل إني امرؤ صائم. فاللهم تقبل منا صيامنا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لا شك أن الصوم يجدد في الإنسان مشاعر التكافل والتراحم والإحسان، فتنطلق النفوس نحو الجود والكرم وإطعام الطعام. قال تبارك وتعالى في وصف عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فما النتيجة؟ قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وإذا كان الصوم والتراحم والتكافل والإحسان عظيما في سائر الأوقات، فهو في شهر رمضان أعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. أسأل الله العظيم أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أصلح بلادنا، اللهم اجعل مصرنا الحبيبة أمنا سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني وإياكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، استووا، اعتدلوا، يرحمني وإياكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي